بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وجميع صحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في قراءة كتاب أوجز السير لخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من تأليف الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي رحمه الله، إلى أن قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة، وتراضت قريش بحكمه فيها. فلما أتت له 40 سنة ويوم بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فصدع بأمر الله وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فشنف القوم له حتى حاصروه وأهل بيته في الشعب، فكان الحصار ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 49 سنة، وذلك عند خروجه منه. فلما أتت له 49 سنة و8 أشهر و11 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة رضي الله عنها بعد موت أبي طالب ب3 أيام. فلما أتت له 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. فلما أتت له 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس. فلما أتت له 53 سنة هاجر فيها من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي. وكانت هجرته يوم الاثنين ل8 خلون من ربيع الأول، وفيها ابتنى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما أتت لهجرته 8 أشهر آخى بين المهاجرين والأنصار. فلما أتت لهجرته 9 أشهر و10 أيام دخل بعائشة رضي الله عنها. فلما أتت لهجرته 1 وشهران و10 أيام غزا صلى الله عليه وآله وسلم غزوة ودان حتى بلغ الأبواء. فلما أتت لهجرته 1 و3 أشهر و13 يوما غزا عيرا لقريش فيها أمية بن خلف، وخرج في طلب كرز بن جابر، وكان أغار على سرح المدينة بعد ذلك ب20 يوما. فلما أتت لهجرته 1 و8 أشهر و17 يوما غزا غزوة بدر، وذلك ل17 ليلة خلت من رمضان، وأصحابه يومئذ 300 رجل و19 رجلا، والمشركون بين 900 و1000. وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فرق الله بين الحق والباطل، وذلك قوله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم غزا بني قينقاع، ثم غزا غزوة السويق في طلب أبي سفيان بن حرب، ثم غزا بني سليم بالكدر، ثم غزا ذا إمر وهي غزوة غطفان، ويقال لها غزوة أنمار. ثم كانت غزوة أحد في السنة 3، وغزا غزوة بني النضير، وكانت على رأس 2 و9 أشهر و10 أيام. وغزا بعد ذلك ب2 و20 يوما غزوة ذات الرقاع، وفيها صلى صلاة الخوف. وغزا دومة الجندل بعد ذلك ب2 و10 أيام. ثم غزا بعد ذلك ب5 أشهر و3 أيام بني المصطلق من خزاعة، وهي التي قال فيها أهل الإفك ما قالوا. ثم كانت غزوة الخندق، وقد مضى من الهجرة 4 سنين و10 أشهر و5 أيام. ثم غزا بعد ذلك ب16 يوما بني قريظة. ثم غزا إلى بني لحيان بعد ذلك ب3 أشهر. ثم غزا غزوة الغابة، ثم اعتمر عمرة الحديبية. ثم غزا غزوة خيبر، وقد أتت لهجرته 6 سنين و3 أشهر و21 يوما. ثم اعتمر عمرة القضية بعد ذلك ب6 أشهر و10 أيام. ثم غزا مكة وفتحها، وقد مضى من هجرته 7 سنين و8 أشهر و11 يوما. وغزا بعد ذلك بيوم غزوة حنين. ثم غزا الطائف في هذه السنة. فلما أتت لهجرته 8 سنين و6 أشهر و5 أيام غزا غزوة تبوك. وفي هذه السنة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وقرأ عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه سورة براءة.
فلما أتت لهجرته 9 سنين و11 شهرا و10 أيام حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. فلما أتى لهجرته 10 سنين وشهران انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد بلغ من السنين 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن ماجه قال أخبرنا علي بن محمد الطنافسي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت زيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال 19 غزوة، وغزوت معه 17 غزوة، وسبقني بغزوتين. والحمد لله رب العالمين.